صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا. توصلنا ل 9 و19 دقيقة. مرحبا باللي تلحقوا بينا توا في الاستماع على موجات راديو OSFM. مرحبا بكم ومرحبا ضيفي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية سي محمد الرابحي. سعيدة جدا باستقباله عبر الهاتف. ألو عسلامة. خير. مرحبا بيك ضمن فقرة صحتك بالدنيا. أكيد صحة المواطنين مهمة برشا سي محمد كما تعرف، وديما نحاولوا نسعاو كمؤسسة إذاعية باش نأمنوا هكا للمواطنين حملات توعوية عبر موجاتنا، وبالطبيعة بحضوركم انتم وتلبيتكم لدعوتنا هكا نعطيهم موجة من النصايح ونحطوهم على السكة الصحيحة. سي محمد الرابحي مرحبا بك مرة أخرى. السادة المستمعين هو مشكورين على الاستضافة، لأنه احنا بلاش إعلام ما نجموش نقدمه، لأنه طبعا. أنتم الشركاء أساسيين، لأنكم أنتم اللي توصلون المعلومة، لأنه احنا نطمح لشنو؟ نطمح أنه أي مواطن أينما كان شنية ثقافته شنية نحبوه عنده ثقافة صحية، ونكون ونحسوا هك الوعي من خلال ممارستك حقه في اختيار من طبعا الى غير ذلك، وهذا اللي نحبوه احنا. اي طبعا سي محمد، تزامنا مع قروب او معادش او شكنا على حلال السنه الاداريه. كما تعرف السنه الاداريه مربوطه ديما باستهلاك الدجاج وباستهلاك الجاتو بجميع انواعه. الناس تقبل اقبال كبير برشا على استهلاك وشراء هذه المنتوجات، وكما تعرف الكثره هذه اكيد باش تسبب لنا اشكال، وهو التخزين هل تتاقلم مع المواصفات السلامه الغذائيه. انتم تشرفوا على هذا الموضوع. الجئلين لك هكا باش تعطينا جملة من نصايح، جملة من الحاجات اللي صدتوها خلال حملاتكم اللي تعملوها للمحلات هذه. يلا الفرصة ليك، اعطينا شنو رصدتوا، شنو ممكن نلقاو كمشاكل، وكيفاش نجموا نوجهوا المواطن باش يتفادى الإشكاليات هذه. بارك الله فيك. هو احنا ما تعرف كهيئة وطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية عندنا حصرية التصرف في المخاطر ذات العلاقة بالمواد الغذائية. يعني القانون اللي يصدر في 2019 اعطاه الصفة الحصرية، وما عادش عديد المتدخلين. تو المتدخل الوحيد هو الهيئة اللي عندها الصلاحية باش تتكلم وباش تتصرف في المخاطر اللي عندها علاقة بالسلامة الصحية. دونك احنا المناسبة هذه كما ذكرت سيادتك اقترنت باستهلاك منتوجات حلويات كبيرة، المرطبات والدجاج الروتي وما تبعه. حاجة باهية، احنا نحبوا الناس تفرح وكل، ولكن احنا باش نأمنوا المناسبة هذه تتعدى في أمور إن شاء الله صحية تكون آمنة. صحية تكون آمنة. احنا أفردنا الفترة هذه برنامج خصوصي. البرنامج هذا شنو هو؟ يقول احنا بديناه من 2000 من أول ديسمبر الشهر الجاري. يقول قائل علاش بدينا على بكري؟ بدينا على بكري لأنه نعرفوا اللي الخبزة نتاع القطو في الأخير هي نتيجة لمسار كامل. كما ذكرت أنت، تخزين، نقل، إعداد، تحضيرك المواد الأولية، كيفاش يتم الإعداد، كيفاش يتم التخزين، شنو هي الظروف إلى غير ذلك. وهذا الكل احنا نثبتوا فيه، خاصة في علاقة بالمحلات بالمرحلة تثبتوا فيه سي محمد، معناتها حتى كيفاش بدا. طبيعي احنا لأنه القانون أعطانا الصلاحية باش نتبعوا من المواد الأولية وشرائها. نتصور يعني كل المراحل اللي تمر بها المواد الغذائية هي مشمولة بالمراقبة، مشمولة بالمتابعة وإلى غير ذلك من طرف الهيئة الوطنية. سي محمد، ساعات نسمعوا حتى المادة الأولية ساعات تكون فيها أصلا خلل، يعني ولا تكون مش جديدة قديمة انتهت صلاحيتها. هل الموضوع هذا صحيح موجود؟ وهو كذلك. هو احنا من بين الحاجات ومن بين المؤشرات اللي نتبعوها هي صلاحيه المواد الاوليه، لخاطر اذا كان الماده الاوليه تكون ما هي صالحه باللي تعمل انت باللي تحترمك الشروط الاساسيه المواد البدايه كانت غلطه معناها، وهو كذلك معناها وما بني على باطل وهو باطل. يعني نجمو نحكيو على عظام فاسد، نحكيو على معناتها احليب ولا حاجات يستهلكوها الزبده. نحكيو على كل شيء. احنا
نحكيو على كل شيء. ودايور احنا راهو في خلال البرنامج هذا الرقابي واللي هو راهو يشهد شكل هكا نسق تصاعدي وين نقربوا للراس العام، وين العمليات الرقابيه تتكثف، وين تولي اكثر معناها. ولكن احنا كما ذكرت انت توا راهو المكونات كلها راقبوها، وفما عديد المكونات اللي وجدناها منتهيه الصلاحيه والا تظهر عليها علامات الفساد، مشكله كبير، نمو الفطريات كيما الروائح كيما الخز زي ساعات كيما يعني كيما تظهر عليها علامات التعفن الى غير ذلك. هذا كله نرصدوه، ولكن ما نقعدوش هكاك. احنا صحيح نحبوا الوقايه ونحبوا الوعي ونحبوا التحسيس، ولكن كل مخالف لابد انه نتبعوه طبقا للقانون. فما اجراءات وقت اللي انت معناها تخدم في ظروف غير صحيه، ولا تخدم في ولا تستعمل في مواد منتهيه الصلاحيه. شو اللي يخليهم سي محمد يستغلوا مواد منتهيه الصلاحيه؟ هل الرخص؟ هل ياخذوها باسوام معناتها متدنيه جدا، والا هما يخزنوها ويشروها من قبل لين توفى صلاحيتها؟ شنو اسباب وجود المواد الاوليه الغير صالحه؟ والله هو كل شيء نجم يكون، ولكن احنا بالنسبه لنا استعمال ماده اوليه منتهيه الصلاحيه بالنسبه لنا هي نعتبروها عن سوء نيه. ما نحكيوش على حسن النيه، لانه القانون راه جاب عديد الالتزامات. فما التزامات محموله على هاك مزد الخدمات في علاقه بالاغذيه، مجبور باش يعمل برنامج نتاع مراقبه ذاتيه نتاعو، مجبور باش يرسي هاك نظم الجوده باش تحسن الماده، مجبور باش يحط هاك الدلائل نتاع الممارسات الجيده الى غير ذلك. يعني وقت اللي انسان يستعمل ماده اوليه فاسده، ايش معناه؟ معناه ما عندوش برنامج نتاع مراقبه ذاتيه، وبالتالي هو يعتبر مخالف للقانون، نطبقوا عليه القانون. ومن بين الاجراءات القانونيه اول حاجه ساعه نجموا نتخذوا اجراءات اداريه. مرات تبدا معناها مخالفات صغيره ما تاثرش برشا على الماده، تكون مخالفه ماديه مثلا، نعطيه مثلا انذار اذا كان الظروف مثلا معناها نتاع الممارسات والظروف حفظ الصحه كبيره ولا متجاوزه برشا. وقتها هذاك نغلقوه بصفه فوريه، وعندنا القانون عطانا الصلاحيه وغلقنا توا الى حد الان 5 محلات نتاع بيع وصنع مرطبات بصفه فوريه على مستوى تونس. ال5 محلات والا في تونس الكبرى؟ لا على مستوى تونس الجمهوريه. معناها انا نحكي على مستوى تونس الجمهوريه، وما نجمش نحدد هذه راه في البلاصه الفلانيه ولا. معناها احنا جيش الاعلام فقط. معناها توا الى حد الان 5 محلات مفتوحه للعموم ذات طابع غذائي في علاقه باعداد اعداد المرتبات تم غلقها لاسباب لظروف معناها صحيه جوزات كبيره. سي محمد، بما يخص المنتوجات اللي تتباع من العشوائيه هذيك اللي عبر التواصل الاجتماعي في الديار، هذوكم حاولتوا تتصدوا لهم والا معناتها يرجع لوعيهم هما؟ معناها شوف احنا هذه راي يتم معالجتها حاله بحاله، لانه احنا ما نجموش نعرفوا فلان ولا فلتان يخدم في داره ولا يخدم في النوار ولا يخدم في بلاصه بتركنا ما هوش معلن عليها. معناها احنا شوف راهو حاجه مرات احنا نهبطوا في شكل يعني فرق مشتركه خاصه مع زملائنا من التجاره والا السلطات الامنيه بانواع الشرطه البلديه، حرس بلدي الى غير ذلك. هذوما الحقيقه فما تنسيق كبير خاصه سامحني خاصة في هالمحلات هذه العشوائية اللي موجودة، باش نكون صريح موجودة. ولكن احنا اذا كان في المحلات المفتوحة للعموم اللي هي يعرف روحه في كل وقت وفي كل مكان وزمان نجموا ندخلوا، ثم تجاوزات. فما انتم ما تنجموش تدخلوا للديار حتى اذا كان فما صار تشكيات مثلا مواطنين ولا حاجة، ما تنجموش تمشوا للدار معناتها يعني لا نمشيو بعد التحريات، ولكن بعد التنسيق مع خاصة الفرق الأمنية والتنسيق وناخذوا إذن من سيد وكيل الجمهورية المختص ترابيا. نجموش نكونوا عندكم هكا مثلا صفحة على معناتها صفحتكم أو على الرقم، حاطينش رقم على ذمة المواطنين في معناتها إذا كان وجدت فما تجاوزات يحبوا يعلموكم عليها، هل موجود أو لا؟ طبيعي جدا. احنا عندنا رقم اخضر
وضعناه على ذمه العموم اللي هو رقم اخضر. رقم اخضر ليش؟ اعطينا الرقم اذا كان موجود عندكم، قداش ينجموا يطلبوا؟ اي 80 106 977 80 106 977 977. احنا مشينا اكثر من ذلك. احنا في موقع الويب نتاعنا نتاع الهيئه اللي خرجناه توا وبدا معناها عملي بشويه بشويه ان شاء الله. حطينا فيه زوز نوافذ. نافذه تتعلق بالليزوبيراتور ايكونوميك، معناها ما الغالب ما تستحضرهاش ميساج. المهم عندهم زوز انواع نتاع فما انواع ليزوبيراتور ايكونوميك وفما عامه الناس. يعني فما اي تفاعل وقت اللي تدخل انت للموقع تمشي ديريكتومون لك الفناتر فيها ريكلاماسيون وتدخل تعمر تعدي تصاور الى غير ذلك، ويتم معالجتها بصفه فوريه وراو في السريه المطلقه. خاطر فما ناس يلاحظ فما ناس مخالفه الى غير ذلك، ولكن عندنا احنا الفكره قبل يجعل بها على غير يدي، وربما توا يفيقوا بيا اذا كان انا نعدي يخاف المواطن. صحيح. المعلومه راهي بصفه سريه تم معالجتها ويتم اتخاذ الاجراء في الوقت المناسب. واحنا هاك علاش شنو نحبوا احنا نحبوا الوعي نتاع المواطن يكون كبير وقاب معناتها قد المسؤوليه باش يحافظ على صحته ويعاونكم. علاش هذا؟ لانه تحب ولا تكره ما نجموش نحكيو على السلامه الصحيه من غير ما ناكدوا على 3 حلقات رئيسيه. اللي هي المراقبه اللي هي مزدي الخدمات هذاك اللي يعمل المحلات واصحاب المحلات ذلك، والمواطن اللي باش يشتري يستهلك اللي طبعا المستهلك. دونك هي متكونه من 3 حلقات رئيسيه. لابد انها الحلقه تتفاعل الكل والكلها تتكاتف، تتفاعل في نفس الوقت، لانه باش الامور معناها نضمنوا صحتنا ونامنوا سلامه اولادنا الى غير ذلك وسلامه عائلاتنا وسلامه والهدايا يلزم الناس كل واحد يخدم. خاطر توا الحقيقه احنا الاعلام وهذه فرصه باش نشكركم من الاعماق، لانه باذلين مجهود كبير في ايصال المعلومه، في تحسيس، في التثقيف. وهذايا جوستمون احنا ما فما المجتمع المدني من خلال المنظمه نتاع ارشاد المستهلك، المنظمه نتاع برشا منظمات. سي محمد الرابحي، الوقت الحقيقه بدا هكا يداهمنا. انت عطيت برشا تفاصيل مهمه ولخصتها، نشكرك على انك لخصتها. دور المجتمع المدني بالطبيعه مهم. نشكرك على انك اعطيتنا رقم الاخضر ينجموا يتصلوا به المواطنين 80 106 977. نشكرك على المجهودات اللي تعملوا فيها. ان نحييك ونوجه تحيه زاد للمستمعين اللي توا يسمعوا فيها بكل اتقان. يلا نمشي موجز الاخبار ونرجعوا للحوار. إذاعة أوازي سفاري.